هل فكرت يوما من يكتب التاريخ؟ قد تعتقد أنهم المؤرخون، لكن ماذا لو أخبرتك أن الذكاء الاصطناعي بدأ يتولى هذا الدور؟ اليوم سأتعمق في عالم الذكاء الاصطناعي الرائع والمقلق بعض الشيء كحافظ لذاكرتنا ومؤرخنا الجديد. تاريخيا شكل الرواة البشريون ذاكرتنا وهويتنا الجماعية، من رواة القصص القدماء إلى المؤرخين المعاصرين صاغت هذه الأصوات فهمنا للماضي. لكن الآن يظهر الذكاء الاصطناعي كقوة مركزية في إنشاء الروايات والحفاظ عليها، وهذا يثير تساؤلات كبيرة حول التحكم والتحيز. كما ترون، تهيمن شركات التكنولوجيا الغربية على تطوير الذكاء الاصطناعي. إنها تؤثر على الروايات التي تنتجها هذه التقنيات. يثير هذا المركزية في السلطة مخاوف بشأن الهيمنة الثقافية وتعزيز هياكل السلطة القائمة. بعبارة أخرى، من يقرر شكل التاريخ يمكن أن تكون حيادية الذكاء الاصطناعي المفترضة خادعة. يتم تدريب الخوارزميات على البيانات، والتي غالباً ما تعكس القيم الغربية. هذا يمكن أن يهمش وجهات النظر الأخرى، ويمكنه أيضاً التلاعب بالتاريخ والذاكرة. يمكن للذكاء الاصطناعي تغيير الأحداث التاريخية أو تلفيقها بسرعة، مما يجعل من الصعب التمييز بين الحقيقة والباطل. تخيل هذا روايات من صنع الذكاء الاصطناعي متأثرة بوجهات النظر مهيمنة يمكن أن تعيد تفسير أحداث تاريخية مثل حصار فيينا أو الاحتلال الإسرائيلي. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً استعادة الذكريات المفقودة مثل ذكريات اللاجئين وضحايا الكوارث، لكنه سلاح ذو حدين. الحاجة إلى روايات مضادة ونماذج ذكاء اصطناعي متنوعة أمر بالغ الأهمية. نحتاج إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي بديلة وتعزيز وجهات نظر متنوعة لمواجهة الروايات المهيمنة. إن استحواذ ستوريد على ميموري لين مع التركيز على القدرة على تحمل التكاليف هو خطوة نحو إضفاء الطابع الديمقراطي على تاريخ العائلة، مما يجعله أكثر سهولة. يتطلب التحول إلى رواة الذكاء الاصطناعي منا إعادة التعريف الحقيقة والمصداقية في العصر الرقمي. إن بناء الوعي وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي منافسة وإنشاء أطر ذاكرة مرنة أمور ضرورية لمنع الاستعمار الرقمي والحفاظ على السيطرة على الروايات التاريخية. إذن، ماذا يعني هذا للمستقبل؟ هذا يعني أننا بحاجة إلى أن نكون يقظين. نحتاج إلى التساؤل عن من يتحكم في قصصنا وضمان سماع أصوات متنوعة. يجب أن تكون سلطة كتابة التاريخ